شوف يا صديقي، في كلمات انت بتقعد ترددها او بتقولها بدون وعي. الجمل دي والكلمات دي بتأثر عليك، وللأسف بتأثر عليك بشكل كبير جدا. انت ممكن ما تكونش حاسس بالكلام ده، لكن كل ما تيجي تطلع خطوة لقدام تلاقي نفسك بترجع خطوتين لورا، لانك احيانا بتنطق جمل هي شكلها عادي، لكن صدقني هي بتكسر حاجة جواك. الجمل دي ممكن تهدك، وممكن كمان تخليك تقفل باب انت ممكن تفتحه. ودي حاجة غريبة جدا يا صديقي، ان احنا ممكن نكون السبب في تعبنا، مش بس بالافعال، لا وكمان بالكلام. زي ما قلت لك، في جمل ممكن تقولها وترددها كل يوم، لكن تأثيرها بيكون زي السم. جمل بتوصل لعقلك الباطن رسالة ان انت ضعيف او فاشل او ما تستحقش حتى النجاح، والاسوأ من كده انك بتصدقها. والمشكلة كمان انت ما بتصدق الجمل دي بتبدأ تبني عليها قراراتك وسلوكياتك. في الفيديو ده هنعرف ايه هي اخطر الجمل اللي بتتقال وبتأثر فيك ازاي، وهقول لك برضو الجمل البديلة اللي تقدر تبني بها نفسك مش تهدها، وده من وجهة نظر علم النفس. خليك معايا يا صديقي عشان نشوف الجمل دي ايه والبدائل بتاعتها، والجملة الأخيرة فعلا ناس كتير عايشة فيها. فتابع معايا الحلقة الآخر عشان تستفيد إن شاء الله. أول كلمة وأول حاجة ممكن بني آدم يقولها لنفسه أنا فاشل. طب هو ممكن حد فعلا يقول لنفسه أنا فاشل؟ ولو هو ما قالهاش ممكن واحد يجي يقولها له. المشكلة مش هنا، المشكلة إن هو يصدق كده. الجملة دي أو الكلمة دي من أكتر الجمل اللي تتحول لعقدة نفسية، حاجة اسمها الهوية السلبية. يعني ايه يا صديقي؟ يعني انت ما بتفصلش ما بين الموضوع اللي انت ما نجحتش فيه وما بين شخصيتك، فبتبدأ تختزل كل كيانك وكل شخصيتك وكل حياتك اللي انت عايشها في الموضوع الواحد ده اللي انت ما نجحتش فيه. وفي علم النفس ده بيسموه واحدة من تشوهات التفكير. طيب ايه البديل ليها؟ البديل ان انت تحط في عقلك دايما ان انت لو مريت بتجربة مش ناجحة او تجربة فاشلة ان دي مش شخصيتك، وان ده مش معناه ان انت فاشل. وفرق شاسع وكبير ما بين التجربة وما بين الشخص. انا عندي تحديات بس بحاول اتغلب عليها. اهو انت كده بتفهم عقلك ان انت لسه في المعركة ولسه عندك امل، فدايما بتلاقي الحلول. تاني جملة، انا كده وعمري ما هتغير، او انا كده وخلاص. الجملة دي للأسف عبارة عن بوابة لليأس. علم النفس بيسمي الحالة دي العجز المكتسب. اللي بيحصل ان انت بعد كذا محاولة فاشلة منك لتغيير موضوع معين او تغيير حاجة معينة او ان انت تاخد قرار في حاجة معينة، تبدأ تصدق ان انت فاشل وتقنع نفسك وتصدق ان انت مش قادر تتغير، فتبطل محاولة اصلا. وده للأسف بيكتم اي امل جواك، وان انت حطيت سقف لنفسك، وللأسف ده سقف واطي قوي، كأنك يا صديقي ختمت على نفسك بالفشل مدى الحياة. والجملة دي للأسف بتدي رسالة لعقلك ان انت مش ناوي تتطور ومش ناوي تتغير. علماء النفس بيقولوا ان المرونة العقلية اهم عامل للنجاح، وان اللي بيؤمن ان هو يقدر يتغير فعلا بيتغير. بس طبعا لازم يعمل خطوات للتغيير ده، مش قاعد بس بيؤمن وخلاص وبيتكلم وخلاص وهو ما بياخدش خطوات. لا، لازم في خطوات للتغيير ده، لان شغل الكلام والتنظير بس كده على الفاضي ما بيغيرش حد. المعلومة اللي انت بتسمعها واستفدت منها طبقها على ارض الواقع. طب ايه بديل الجملة دي؟ دايما قول لنفسك انا لسه بتعلم ولسه بكتشف نفسي وبطور من نفسي كل يوم، وكل يوم عندي فرصة جديدة. ده بيديك طاقة ايجابية وبيديك سبب وامل ان انت تكمل في التغيير. ثالث حاجة، جملة انا دايما بغلط. كلمة دايما دي للأسف كلمة سامة جدا، لانك بتعمم فشل معين على بقية حياتك. بتبقى حاجة مؤقتة لكن انت خليتها تعميم على بقية حياتك، وده للأسف تشوه فكري اسمه التعميم الزائد. يعني كل مرة تغلط تقول انا كده على طول، وده للأسف بيهد ثقتك بنفسك حتة حتة. البديل ان كل الناس بتغلط، لكن انا بتعلم وبحاول، وان شاء الله هكون افضل من الاول. اكيد طبعا ده هيبقى احسن من كلمة انا دايما بغلط، لان مفيش حد دايما بيستمر على الغلط، بالذات الشخص اللي بيحاول ما يغلطش. واكيد كلنا بنغلط، لكن الفكرة كلها انت ما تزرعش في تفكيرك ان انت دايما بتغلط. لا، انا بغلط بس بحاول اتطور وبحاول اكون افضل وبحاول اقلل نسبة الغلط دي. جملة كمان يا صديقي، انا مش قد كده. والجملة دي في الغالب بتظهر مع ناس عندهم حاجة اسمها متلازمة المحتال، ودي للأسف حالة نفسية بتحسسك ان انت ما تستحقش النجاح، او انك مزيف رغم ان انت شاطر، بس بتحس بكده. وده للأسف بيسرق منك الفرح بأي انجاز انت عملته، وبيخليك طول الوقت خايف احسن حد يكشفك رغم ان انت شاطر. البديل ان انت تحط في ذهنك ان انت تستحق المكان اللي انت وصلت له، وان انت وصلت له بمجهودك وكل يوم بتتطور اكتر من الاول، ودي نتيجة طبيعية للي انت فيه. خامس جملة وللأسف كتير بيرددها، أنا ماليش لازمة. ولو مش بيرددها فهو حاططها في دماغه، ودي جملة خطيرة جدا، لأنها مش بس بتهز الثقة بنفسك، دي بتضربك كمان في جذور وجودك، بتخليك تحس إن أنت عبء أو أنت مش مفيد، ممكن يوصلك ويقودك لمشاعر اكتئاب حاد. علم النفس بيأكد إن إحساسك بقيمتك هو أول خطوة لصحة نفسية مستقرة.
ولازم تحط في دماغك ان مفيش حاجه ربنا خلقها من اصغر شيء لاكبر شيء ملهاش لازمه في الدنيا، واكيد انت ليك لازمه في الحياه، ولازم تبطل الفكره السلبيه دي عن نفسك. طب ابدل الموضوع ده بايه؟ ان انت دايما تفكر ان انت ليك دور حتى لو صغير، بس ممكن تكون لسه ما اكتشفتش نفسك او ما اكتشفتش امكانياتك، وان انت تقدر تكون سبب في فرق كبير حتى لو في حياتك الشخصيه. لان خلي بالك برضه انت مش لازم تعمل انجاز عظيم جدا ياثر في الناس كلها، انت مجرد محاولاتك ان انت تكون شخص سوي وتكون مفيد في المجتمع دي حاجه كويسه جدا وحاجه ممكن تؤجر عليها كمان. سادس حاجه يا صديقي المقارنه، انا مش زيه او انا مش زيها. المقارنه المستمره للاسف واحده من اكبر مصادر الضغط النفسي، وبتخلي الناس دايما شايفه نفسهم قليلين، بتنسى الرحله اللي هم المفروض يعيشوها، رحلتهم الشخصيه، لانه دايما باصص على رحله غيره، باصص على مشوار غيره، ودايما بتقارن كواليس حياتك الشخصيه بحياه حد تاني، وده بيبقى ظلم كبير قوي لنفسك. البديل ان انت تقول لنفسك ان انت بتمشي طريقك وبتعمل رحلتك الخاصه، حتى لو سرعتك بطيئه بس دي رحلتك انت وحياتك انت، واعرف ان ربنا عز وجل ليه حكمه في كل حاجه، فسلم امرك لله وخليك في حياتك وخليك في رحلتك، وما تشيلش نفسك وتحملها فوق طاقتها. سابع حاجه انا تعبان ومفيش فايده. الجمله دي للاسف بتنقل الانسان من مرحله الاجهاد لمرحله الانهيار النفسي والاستسلام. كلنا مجهدين، الحياه كده، لقد خلقنا الانسان في كبد. لكن انت لما بتقول لنفسك كده انت بتدخل مخك في حاله اسمها الحرق النفسي والعقلي، وده طبعا بسبب الاستسلام لدوامه الحياه والاحباطات اللي فيها. طب ايه البديل؟ تقول انا محتاج راحه، مش تقول ان مفيش فايده. انا محتاج راحه علشان اقدر اكمل بعد كده واخد خطوه تانيه. يعني من الاخر ما تصعبش الامور، واعتبرها يا سيدي استراحه محارب. لو حطيت في عقلك وذهنك كده صدقني هيخف ضغط كبير جدا عليك. تامن جمله انا لو كنت عملت كذا، اللي هي بمعنى الندم المستمر، ودي للاسف بتحبس الشخص دايما في الماضي. بتقعد تكرر نفس الفكره السلبيه لكن بدون حل، بتقعد تعيد وتزيد في اللي حصل وكانه هيتغير، لكن الحقيقه انت بتقعد تأيد نفسك وتأيد طاقتك في حاجه مؤلمه وذكريات مؤلمه وللاسف مش هتتغير. طب ايه البديل؟ ان انت تحط في دماغك ان دي كانت تجربه وان انت استفدت منها، حتى لو كان غلط فاللي فايده فيها ان انت ما تكرروش تاني. والمهم ان انت دايما تتحرك لقدام، ما تبقاش اسير الغلطه دي وتخلي غلطه واحده بس هي اللي محدده مستقبلك وحياتك. تاسع جمله انا مش كفايه، دي واحده من اخطر الجمل اللي انت ممكن تقولها لنفسك، لانها بتعني ان انت دايما حاسس بالنقص، مهما عملت بتخلي نجاحك ما يكفيش، مجهودك ملوش اي قيمه عندك. علم النفس بيقول ان الجمله دي في الغالب بتبقى مرتبطه بطفوله مفيش فيها اي نوع من التقدير. البديل ليها ان انت تحسس نفسك ان انت كفايه زي ما انت، وان انت بتنمو يوم بعد يوم، وان انت اي حاجه بتعملها فانت وصلت فيها لاقصى درجه من امكانياتك. ده هيديك ثقه بنفسك اكبر. 10 حاجه والاخيره واللي انا بقول لك عليها في ناس كتير قوي عايشه فيها، انا بضحي عشان الناس ومحدش بيقدرني. ودي للاسف جمله بتخلي الناس توصل لمرحله الاحتراق العاطفي. انت بتدي وتنسى نفسك، ولما ما تلاقيش تقدير للاسف بتنهار. وطبعا يا صديقي دي ناس كتير قوي واقعه فيها، لكن طبعا لها بديل. اولا انك تقدر نفسك الاول وتعرف قيمه نفسك، ودي مش انانيه، واللي يقدرك تقدره، وما تقعدش في مكان اللي فيه مش عارفين قيمتك. وزي ما بقول لك الصديق خير من الوحده، والوحده خير من صديق السوء. فلما يكون في حد مش مقدرك انت ما تجهدش نفسك عاطفيا وما تجهدش نفسك وما تحرقش نفسك على الفاضي. شوف مصلحتك واهتم بنفسك واهتم بتطوير نفسك وكمل حياتك واعمل حاجه مفيده تنفعك، وفي اثناء رحلتك دي صدقني هتقابل اللي شبهك واللي يقدرك. في الفيديو ده يا صديقي انا حبيت اوصل لك منه رساله ان الكلمات ممكن تبقى مفتاح لابواب خير كتير جدا، وتفتح لك ابواب جديده وتطور منها شخصيتك، وممكن كمان تحطك في سجن وتقفل عليك وتوصلك لمرحله الاكتئاب الحاد. لو فضلت تردد جمل بتكسرك ما تستغربش ان انت تبقى ضعيف من جواك، لكن صدقني اول ما تبدأ تغير لغتك هتغير مصيرك. وفي النهاية يا صديقي اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه ولو بمعلومة واحدة، وافتكر دايما ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك. شارك الفيديو مع اللي بتحبهم، يمكن يكون سبب في تغيير حياة حد فيهم. مش هفكرك اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك في القناة، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. انا حسام سلام، واستناني ان شاء الله في الفيديو الجاي.